التعادل في الكونغو والاحتفالات في الجزائر. بجد يا شباب كان بالإمكان أفضل مما كان. أنا كنت شايف الثلاثة نقاط وكنت شايف الهلال في الصدارة، ولوهلة كده حسيت بأنه الهلال قادر إنه يسجل الهدف الثاني ويضمن النتيجة، لأن النتيجة 1-0 ما مضمونة، فمن المفترض إنك تضغط وتسجل الهدف الثاني وتأمن الثلاثة نقاط. ولكن التراجع المبالغ فيه من المدرب والتحفظ والتأخير في التبديلات بالإضافة إلى غياب الضغط يا شباب، اللعيبة كانت بتتمشى حرفيا في الملعب. نحن في المباراة دي ما ضغطنا ب10 جنيه. الشوط الثاني نحن رقدنا رز، وأنا بتفرج والله العظيم يا شباب قلبي في يدي. فريق بيهاجم والثاني بيدافع وضيعوا أهداف كثيرة جدا الصراحة، ودفاعنا تحمل عبء المباراة. أنا ليه كنت شايف الثلاثة نقاط؟ لأني شايف الفريق الكونغولي مندفع وشايف المساحات الموجودة في الدفاع. لو كان ركزنا شوية كده كان ضربنا خط الدفاع بتاعهم. وصدق المعلق لما قال إنه الهلال ما قادر يكمل الهجمات، بنستلم الكورة بنلعب باصين 3، يا مررنا الكورة بصورة خاطئة يا اتقطعت مننا، وبعدين ضوصت شنو ده؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. بجد افتقدنا لقتالية صلاح عادل، كذلك افتقدنا لجان كلود، لأنه ما كان في لاعب قادر يقف على الكورة ويراوغ لاعبين ويسحب اللعيبة وعشان يفتح مساحات. اللاعب ده ما كان موجود. كذلك كنت أفضل الغربالي يلعب جناح بين المساحات، جناح وهمي، ويخلي صندي مهاجم صريح، لأننا افتقدنا للاعب ده كمحطة، مع إنه في الشوط الأول عمل مباراة دفاعية جيدة. الواحد بجد يعني ما عارف يفرح إنه هو أخذ نقطة، لأن الفريق الكونغولي وصل لمناطقنا كثير جدا وضيعوا أهداف كثيرة، وكان عادي ممكن يغلبونا وياخذوا 3 نقاط ولا تحسر على الفوز، لأن هدف التعادل سجل فينا قبل 10 دقائق من نهاية المباراة. أنا كنت عايز أخذ 6 نقاط من المباراة دي من الفريق ده تحديدا، يعني لأني حاسس بأنه الفريق ده حيكون حصالة المجموعة، وعادي المولودية بالمناسبة ممكن ياخذوا منهم 6 نقاط، بالإضافة إلى إنه نحن داخلين على مباراتين من العيار الثقيل أمام صن داونز. وإنتوا يا شباب رأيكم شنو في المباراة؟ وهل انتوا راضين عن النتيجة وأداء اللاعبين ولا لا؟ اكتبوا لي في التعليقات، وما تنسوا اللايك والشير والمتابعة. أنا زاهر زكريا، وفي الختام أحلى سلام.